رأي الكابتن مؤمن زكريا. الغوا الدوري احسن. ما دام انتوا عايزين تدي الدوري لفريق معين نلغيه. الكرة اللي قدامك دي في مباراة بيراميدز وسموحة ضربة جزاء واضحة، الكرة جت في ايد علي جبر وما اتحسبتش ضربة جزاء، وبعدها على طول هدف لبيراميدز. ليه بقى يا معلم؟ عشان عايزين يدي الدوري لفريق معين. والكرة اللي قدامك دي في مباراة الزمالك والاسماعيلي، واللاعب ده ما اتطردش، اللاعب ده خد انذار. انت متخيل؟ والله خد انذار. وفي الاخر يقول لك اصل النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم. ما تتعبوناش، لو عايزين تدوا الدوري لحد معين ما تتعبوناش، احنا مش ناقصين حرق الدم. ما تتعبوش اللعيبه، والله ما تتعبوش اللعيبه، ونفضل نحفل على بعض وناخد ذنوب. ليه؟ فادوا الدوري للفريق اللي انتوا عايزينه وخلاص وريحونا. عايزين تدوا الدوري للبيراميدز، ادوا الدوري للبيراميدز وريحونا، والغوه. ملوش لازمه الدوري، لان الدوري كله اخطاء تحكيميه. في مباراة الزمالك والاسماعيلي بسم الله ما شاء الله على كمية الاخطاء التحكيمية. ده حتى يا راجل الاسماعيلي في اخر الوقت قال لك انا هنسحب، انا مش هكمل المباراة بسبب الاخطاء التحكيمية. والنهارده بيراميدز ياخد 3 نقط بسبب خطأ تحكيمي، بسبب ضربة جزاء ما اتحسبتش على بيراميدز، وبعدها على طول هدف لبيراميدز وتنتهي المباراة لصالح بيراميدز. ليه بقى يا معلم؟ عشان خطأ تحكيمي. يعني دلوقتي بيراميدز في صدارة الدوري بسبب خطأ تحكيم، وفي الاخر يقول لك اصل الدوري موجه للنادي الاهلي، اصل النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم. عرفتوا دلوقتي الدوري موجه لمين؟ يا ريت تفهموا، يا ريت تفهموا. بس كده، يلا سلام.